رمضان اكو شغل راح يصير بالعكس. شوفوا اخواني، من تذهب الى الحج وتؤدي مناسك الحج تبقى 12 يوم 10 ايام، في بعض الاحيان 11 يوم، الله ما يمحي ذنوبك الا تخلص مناسك الحج باجمعها. هاي موجود روايات عندنا. فقط في شهر رمضان، بمجرد ان يحل شهر رمضان، بمجرد ان تنوي ان تصوم وتدخل في الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب كيوم ولدتك أمك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شو الرحمة من الله هاي. فلذلك النبي يؤكد يقول إن الشقي من حرم غفران الذنوب في هذا الشهر. فلذلك جدوا واجتهدوا أيها الأحبة وتوسلوا بالله وتضرعوا إلى الله بأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم. ليش؟ اسمع شو يقول، حديث خطر هذا اخواني واحبائي. يقول رسول الله: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى قابل، يعني الى رمضان الجاي، الا ان يشهد عرفه. سبحان الله، اللي الله ما يغفر له بشهر رمضان لازم ينتظر رمضان الجاي. بس رب العالمين مطيكم فسحة أكمال، فسحة أمل، هو أنه كود من تذهب إلى مكة وتؤدي مناسك الحج في عرفة الله يغفر ذنوبك، يغفر ذنوبك. فلذلك يقول: الشقي من لم يغفر الله أو من حرم غفران الذنوب في هذا الشهر. فجدوا واجتهدوا. هسه تقول لي: شيخنا شنو طريقة الاستغفار؟ بسيطة جدا، هذا القول: استغفر الله ربي وأتوب إليك، وتردد هذا الاستغفار كل دقيقة، كل لحظة، كل ساعة، وتخلي قلبك يم رب العالمين بأنه أنت متيقن بأن الله يغفر ذنوبك. مو بس هاي، كنت تمتنع عن أداء الذنوب أو اقتراف الذنوب. مو أنت تقول استغفر الله ربي وأتوب إليك أو أنت قاطع صلة الرحم ويا قرايبك، استغفر الله ربي وأتوب إليك وأنت ماكل حق أخوتك وحق خواتك، استغفر الله ربي وأتوب إليك وأنت بالمحل بالسوق ماخذ الرصيف كله، استغفر الله ربي وأتوب إليك وأنت غيبة، تدرون فلان تدرون فلانة تدري ويبدأ بأخذ غيبة الناس واستغفر الله. هذا مو صحيح، هذا استهزاء بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، أنك تستغفر وتعاود تقترف الذنوب، تستغفر. فلذلك يقول: إلا أن يشهد عرفة. بعد شي يقول رسول الله؟ يقول: إن أنفسكم مرهونة بمن؟ بأعمالكم ففكوها